من بلدة روجاتيكا يشق هذا الرجل البوسني طريقه في رحلة تستمر عاما بأكمله. محملا بأمتعته يعتزم سناد هادزيتش ذو الأعوام 47 قطع مسافة تزيد على 6000 كيلومتر سيرا على الأقدام من أجل أن يؤدي فريضة الحج في مكة المكرمة ويزور مرقد النبي محمد في المدينة المنورة. الناس في القرى يخاطبونني ويقدمون لي تفاحا وفطائر. بدأت الرحلة بدون تخطيط يذكر. الله يطعم طيور الحمام وآمل أن يطعمني أيضا. سنوات عدة راود سناد حلم السفر إلى مكة المكرمة، إلا أن حلمه كان بعيد المنال لعجزه عن تدبر تكاليف السفر. أخيرا قرر الرجل أن يحقق الحلم معتمدا على ضيافة من يصفهم بأهل الخير. يسألني الناس عما أحمله في حقيبتي. قربتي لا تزال فارغة، لا يوجد فيها لحم ولا حتى ماء. أنا أحمل الإيمان وأستمد قوتي منه. سناد الذي لا يحمل بحقيبته المتواضعة هذه أي طعام أو ماء سيعبر حدود 6 دول قبل الوصول إلى شبه الجزيرة العربية. خطتي هي أن أعبر بلادنا البوسنة والهرسك ثم صربيا، إضافة إلى بلغاريا وتركيا وسوريا والأردن، وصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتمكن من زيارة قبر النبي محمد. برد قارس لا يردعه عن التشبث بتحقيق حلمه. بخطى واثقة يسير هذا المسلم ليتمكن من أداء فريضة الحج، يسرد أحلامه البسيطة على الملأ ليحمل في قصته هذه أسمى معاني الإيمان الفعلي، علها رسالة قد تطهر قلوب الكثيرين.